صباح الخير كل أصدقائي وصديقاتي لسه بيسمعونا على 711 AM 108 FM. شباب ورياضة دايما معاكم بتواكب كل الأحداث. إن شاء الله يوم الأحد القادم اليوم العالمي لمتلازمة الدون هيكون في ندوة في مركز توثيق وبحوث أدب الأطفال. تعالوا نرحب بالأستاذ دكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخيرات. يوم عالمي لمتلازمة داون، أطفال إعاقة من نوع خاص اللي هو الطفل المنغولي زي ما الناس بتقول عليه. أهمية العناية بهذا الطفل خلال هذا اليوم والعام بمداره. وطبعا أهمية اليوم ده العالم كله أصبح يهتم، ونشكرك حضرتك ونشكر الإذاعة الوطنية على اهتمام بهذا الموضوع. هو صحيح اليوم هيبقى يوم 21 يوم عيد الأم، بس طبعا احنا في مصر هنعمل إن شاء الله هنحتفل بيوم 19 عشان نركز عليه شوية. هو العالم كله أصبح يهتم بالحكاية دي لأن في للأسف في تأخر في سن الإنجاب عند بعض الدول، وده بيخلي فيه نسب اعلى من الاصابه بمتلازمه داون. يعني بحيث انه لو احنا قلنا بشكل عام واحد من كل 800 طفل ممكن يجي له هذا المتلازمه. عنده عمر 30 واحد 900، عنده عمر 35 واحد 150، ترتفع النسبه عند عمر 40 سنه للامهات 1 ل 40، عنده عمر 45 واحد ل 35، عنده عمر 49 واحد ل 10. كان زمان ما بيحصلش لان كان في مشاكل كثيره جدا ما كانتش موجوده في البيئه، اصبحت دلوقتي تؤثر على البويضات اللي موجوده في الاناث، فطبعا ده متوقع حاجه زي كده في الزمن الحالي. المشكله الثانيه ان الاطفال دول بيعانوا من نمره واحد التهميش المجتمعي، لان في ناس ما بتهتمش بيهم، مثلا لو تبقى كبيره في العمر ساعه ما خلفت فبالتالي تبقى الموارد الماليه قلت، العمر بتاعها تقدم، الحاله الصحيه مختلفه شويه. في اطفال اخرين يتمتعون بقدرات عقليه افضل، فبالتالي بيكون في نوع من الاهمال، هو ما بيعبرش عن نفسه جيد وما بيقدرش يطلب الحاجه وما بيقدرش يشتكي من الاعراض اللي فيه. فده لازم المجتمع كله يتعاون ان احنا ننبه الموضوع ده، وان احنا نمد ايدينا بالتعاون لهم، وان احنا نعرف ان هم فعلا يعانون من نقص مناعه. ليه؟ تركيبهم واطرافهم والمشاكل اللي في الوجه والمشاكل في الاذن الوسطى والاذن الخارجيه وخلايا المناعه ونقص الاستجابه للتطعيمات اصلا اللي بياخدوها في فتره الطفوله وسوء التغذيه وعيوب التمثيل الغذائي ونقص الزنك اللي موجود فيهم. ومش هيقدر يقول لك انا عايز مكسرات ولا مأكولات بحريه ولا اسماك ولا فول او فاصوليا او عدس ومش عارف هو ايه، وبالتالي في عندهم بيبقى القصبه الهوائيه والاذن الخارجيه، ويبقى عندهم ايضا حساسيه طعام. في حاجه مهمه جدا، تغيرات الوجه دي عندهم تزيد مشاكل الاذن الوسطى. بيبقى في قناه عندنا قناه اوستاكيوز بين الاذن الوسطى وبشكل عام تجويف الفم وهكذا. القناه بتبقى مسؤوله عن تهويه الاذن الوسطى، بتبقى مش جيده وتتراكم فيها السوائل، ممكن الطعام والشراب يتراكم وبالتالي يحصل فيها التهابات اعلى ويبقى فيها مشاكل كثيره جدا وميكروبات والتهابات متعدده. وايضا عندهم ميل السمنه وميل قله الحركه. ومن ضمن التدخلات الحديثه دلوقتي اللي في العالم كله بيشهدها ان احنا لازم نشجع الاطفال دول على ممارسه الرياضه، ممارسه الرياضه وتقيهم من زياده الوزن والسكر ومشاكل السمنه ومشاكل انسداد التنفس اثناء النوم. بيبقى عنده منطقه الحلق فيها التهابات كثيره واللوز عنده كبيره والمنطقه دي ضعيفه شويه والاعضاء العضليه فيها الانسجه العضليه فيها رخوه، وبالتالي كل ما يجي ينام بالليل يجي له انسداد في التنفس بشكل كثيره جدا، فبتخليه يعاني من الالتهابات المتكرره سواء التهابات شعبيه او التهابات رئويه، او حتى بالنهار يبقى عنده ميل للنعاس، وحتى في مشاكل في الكلام. الحاجات دي كلها بتخلينا ان احنا ناكد على ان الاطفال دول بيصابوا بالالتهابات التنفسيه والتهابات القناه الهضميه واحيانا التهابات الكبد 12 ضعف الاطفال العاديين. لازم كمان ناكد على دور حساسيه القمح، موجوده فيهم 25 ضعف الاطفال العاديين. ده بيخليهم اما بيتناولوا منتجات القمح او محدش ينبههم بيبقى عندهم ميل اكثر لحساسيه الطعام، ميل اكثر للعصبيه والنرفزه وضيق الخلق ومشاكل في الاستيعاب وعدم القدره على تعلم اللغه او الحديث والتخاطب. بيبقى عندهم مشاكل في الجلد، بيبقى عندهم نقص فيتامين أ، فبيسبب نقص مناعه اضافي مع مشاكل الجلد الخشن ومع مشاكل بصريه وفي النظر، ويبقى عندهم هشاشه ولين عظام بسبب نقص الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د، ويبقى عندهم مشاكل برضو في البلوغ
وده بيخليهم برضو ان احنا احيانا بيستغلوا جنسيا برضو بعض الناس خاصه، بتلاقي ممكن عندهم تستغل ويحصل حمل برضو غير مرغوب وهكذا. علشان كده يمكن مهم قوي في خلال هذا اليوم ان احنا ناكد على يعني نقاط هامه جدا تهتم بيها الاسر او حتى الجمعيات اللي بترعى هؤلاء الاطفال، عشان نقدر ننبه الام، علشان نقدر نحافظ على الاطفال المتلازمه داون او الطفل المنغولي دايما في حاله صحيه وفي نشاط اجتماعي وفي دمج مع الاخرين بشكل رائع جدا ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى طبعا تنبيه الراي العام للموضوع ده، واللي عنده يبقى فيه رأفة، لان احتمال في المستقبل يبقى فيه تدخل مبكر ممكن نغير هؤلاء الاطفال عند الولاده. يعني ممكن عند الولاده ممكن يبقى فيه تجارب بتجرى حاليا ان احنا نتدخل عن طريق تغيير حاجات في المخيخ، او ان احنا نغير حتى اشياء خلال الحمل، فممكن المستقبل يبقى واردي لهذه الحالات في المستقبل، مش عارفين، ولكن نامل ان شاء الله الحالات الموجوده دلوقتي يبقى فيها افضل رعايه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور مجدي بدران، استشاري امراض الحساسيه والمناعه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبندعو كل الامهات ان هم يحضروا هذه الندوات المهمه جدا اللي هتقام 1 و2 و3 في اماكن متنوعه علشان دايما نوصل باولادنا لبر الامان. شكرا لحضرتك وصباح الخير. شكرا جزيلا، صباح الخير.